المصري والاهلي واسوأ ماتش في الدوري. ماتش ما فيهوش كوره. الاهلي اول تلت ساعه ضغط وضيع اجوان. يعني الوحيد اللي انا كنت شايفه في الماتش تقدر تقول عليه ان هو لعب كويس هو ديانج اللي خرجه، ومحمد عبد الله اللي كان مقعده بره. ومن ناحيه المصري الجون اللي هو محمود حمدي. فيما عدا ذلك كله كان بيعك. بعد ال20 دقيقة الأهلي ابتدى يتراخى شوية، ما عملش نفس الضغط اللي كان عامله، رغم إن المصري كان في أسوأ حالاته. المصري كان عنده دغموم وحسن علي اللي كانوا قدام أكتر اتنين بيفقدوا الكرة في الدنيا. فقدوا كمية كرات كلها اتردت على المصري بهجمات. الأهلي مستغلش الحالة دي. الشوط التاني نبيل الكوكي فاق إن حسن علي مش موجود، فسحب ونزل عمر الساعي. يعني تغيير نشط شوية. بس الفكرة إن برضو المصري ما كانش هو الفريق اللي أنت تخاف منه. المدرب بتاع الأهلي يعني عمل تغييرات، يعني هو عمل تغيير تاني ماتش يعمله أنا مش قادر أفهمه. هو بدأ الشوط التاني أصلا طلع طاهر ونزل عبد القادر ولعب وينج رايت. أولا عبد القادر ما بيلعبش وينج رايت، بيلعب وينج ليفت، فأنت لعبته في مكان ما أجدش فيه. بعد كده التغيير بقى الغريب بتاعه طبعا بيقوم مطلع كوكا يلعبه في نص الملعب، ويسحب ديانج وينزل مكانه شكري. في كام سؤال في التغيير. السؤال الأول، أنت ديانج وكوكا إيه الفرق بينهم؟ يعني أنت مستني إن كوكا يضيف لك إيه عن ديانج؟ هل كوكا لعيب مخترق مثلا للخطوط؟ لا. طب بيعمل باص يخترق الخطوط؟ برضه لا. طب مسدد جيد؟ برضه لا. طب بيقطع؟ يعني هل الحاجات دي مش موجودة في ديانج اللي انت خرجته؟ طب لياقته البدنية أحسن من ديانج؟ ما أعتقدش. طيب بعد كده بيطلع تريزيجيه تغيير مركز بمركز وبينزل بن شرقي ويلعبوا وينج ليفت. وبعدها بشوية بيطلع جراديشار ويقوم مدخل بن شرقي فيرود، ويجيب عبد القادر وينج ليفت، وينزل محمد عبد الله الناشئ اللي هو أصلا المفروض مش ناشئ، ده لعيب المفروض 20 سنة، ويلعب وينج رايت. محمد عبد الله كان أفضل لعيب في الأهلي، وأنا مش عارف ده بيقعد احتياطي ليه ولمين. أنت مقعد ده لطاهر؟ غريبة. شوية طلع كوكا ونزل قفشة. طب هو قفشة اداك اضافة قبل كده عشان هيدالك النهاردة؟ برضو لا. فانا شايف المدرب بتاع الاهلي زي بتاع الزمالك، ما يفترقوش عن بعض كتير. الاتنين برضو ايه، عكاكين بيطجنوا. يغير غلط فيلحق التغييره بتغييره غلط تاني، نفس السيستم. يبقى ماسك الشوط الاول والدنيا حلوه، مع الشوط التاني يتقلب عليه لان هو بيغير غلط.